النهاردة الحلقة بتاعتنا مهمة جدا لان هي هتحولك من جرافيك ديزاينر هاوي لجرافيك ديزاينر محترف قدام العملاء بتوعك. فانا عايزكم تركزوا معايا في الحلقة دي عشان هقول لكم 6 نصايح. ال6 نصايح دول مهمين جدا لاي شخص عايز يبقى محترف في المجال بتاعه في العموم، ولينا احنا كمصممين جرافيك بشكل خاص. اول نصيحة، والنصيحة دي مهمة جدا ومصممين كتير ما بياخدوش بالهم من الحتة دي خالص وما بيركزوش معاها. ايه بقى النصيحة الاولى؟ ادرس مجال عميلك قبل ما تبدأ تشتغل في التصميم بتاعه. في ناس بتيجي يتبعت لها شغل تروح بادئه في الديزاين على طول، تجمع صور مش عارف ايه وتبدأ تخش تعمل تصميم وخلاص كده، وهي مش فاهمة حاجة. وهي مش فاهمة ان العميل بيدور على فكر الديزاينر. يعني العميل في الاساس هو عايز يجيب ديزاينر فكره كويس، ولا مركز مع التولز اللي انت عمال تتعلمها، ولا التصميمات السوشيال ميديا اللي انت عمال تتفرج عليها، ولا الكلام ده كله. هو عايز ديزاينر عنده فكر. فالفكر ده بيجي منين؟ بيجي من المعلومات اللي موجودة في دماغك. فانت لازم تدرس مجال العميل على الاقل. يعني انا بقول ان الديزاينر لازم يكون عنده معلومات بشكل عام عشان يقدر يحولها لصور. لكن في حالة ان انت بتشتغل مع عميل معين فانت بس تقدر ان انت تدرس مجاله بشكل قوي. ومن اهم الحاجات اللي تعملها وانت بتدرس مجاله انك تدرس المنافسين بتوعه. يعني انا بشتغل في مجال معين، ابدأ اشوف مين اقوى المنافسين في المجال ده، واشوف العميل بتاعي مهتم بشغل مين في المجال ده، وابدأ بقى انا اعلي عليه. دي الفكرة. يعني انت تشوف هو عاجبه مين بالظبط وتبدأ تعمل اداء اعلى من اللي هو عاجبه، بس ممكن تاخد نفس الخط ده في الشغل. فالحتة دي بتلخص عليك كتير ان انت تبقى فاهم ودارس، والعميل بيحس فعلا ان انت شخص محترف مش شخص هاوي. لان في الاول وفي الاخر العميل ما بيقتنعش بتصميماتك، هو بيقتنع بفكرك. اهم حاجة فكرك هو الاساس. التصميم في النهاية بالنسبة للعميل مجرد وسيلة، لكن هو عنده غاية. لو انت بتساعده على تحقيق الغاية دي هيبقى دايما شايفك محترف ودايما واثق في شغلك. حتى لو انت شايف ان شغلك مش حلو هو هيبقى دايما واثق في تفكيرك. تاني نصيحة معانا، والنصيحة دي برضو مهمة جدا، انك ما تبالغش في ادائك. يعني انت لو قدمت شوية في الشغلانة فتبدأ تحس ان انت لا مصمم جامد والموضوع سهل ومش لازم ادرسه، انا هعرف اشتغله على طول. لا، دايما حاول ان انت ما تبالغش في ادائك وما تقللش من اداء الاخرين. يعني حاول لما تيجي تتعامل مع عملاء ويبدا يوريك شغل ناس تانية ما تدمرش الناس التانية. يعني في الاول وفي الاخر حاول ان انت تقلل من تعليقاتك، سواء على نفسك وما تبالغش في حق نفسك وما تبالغش في حق غيرك، وسواء كان ده بالايجاب او كان بالسلب. ويفضل ان انت دايما يكون تنفيذك اعلى من كلامك. الحتة دي هي اللي بتبين سواء كان الشخص محترف ولا الشخص هاوي. على فكرة سواء كان في مجال الجرافيك او غيره، اي شخص بيتكلم كتير وبيشكر في نفسه كتير مبدئيا كده اول انطباع بيتاخد عنه ان الشخص ده ما عندوش ثقة في نفسه وبيتكلم كتير عشان هو ما بيعرفش يأدي. فدي نقطة تاخد بالك منها. المحترفين دايما ما بيعملوش كده. ثالث نصيحة، والنصيحة دي بحس انه بيفتقدها كتير من الجيل الحالي، اسمع قبل ما تنفذ. تقولش انا عارف. حتى لو انت عارف ما تقولش انا عارف. اسمع وشوف الكلام لحد الاخر، وشوف العميل بتاعك عايز ايه بالظبط، وركز جدا وانت بتسمع. سواء كنت هتسمع او حتى هتقرأ او هتشوف، لازم تكون مركز جدا في الداتا او المعلومات اللي داخلالك، وما تستهونش بحاجه وما تستهترش بحاجه وما تقولش انا عارف وانا فاهم. الناس دي دايما في الاخر بتبوظ الدنيا لان هي ما سمعتش في البدايه، وبترجع تعيد الشغل تاني مره واثنين وثلاثه، عشان هي لو كانت سمعت من الاول كانت نتائجها اختلفت بشكل كبير. وعاده قله السمع دي برضو ما بتحصلش مع اي شخص محترف. يعني اي شخص محترف هتلاقيه بيسمعك كويس جدا قبل ما يبدأ ينفذ اي حاجة او يشتغل في اي حاجة. رابع نصيحة، والنصيحة دي برضو مؤثرة جدا على الناس وخصوصا في مجالنا وفي مجال التصميم لانه مجال فني وساعات مشاعرنا بتتحكم فينا في المجال ده. النصيحة دي ان انت لازم في البيزنس او في الشغل تستغنى عن المشاعر. يعني بالبلدي كده مش عايزك تكون بتحس قوي وانت شغال. معلش انا عارف ان هو التعبير قاسي، بس صدقني ده هيريحك
وهيوصلك لحالة الاحتراف ان انت يبقى مش فارق معاك سواء التعليق اللي جالك على الديزاين بتاعك كان بالايجاب او بالسلب. فانت في الاول وفي الاخر انت عملت اللي عليك، اديت اللي عليك، سواء بقى طلع حلو طلع وحش دي مش مشكلة، ودي حاجه ما تاثرش فيك. سواء الشخص اللي قدامك انتقدك او مدحك، لا مدحك لا يفرحك قوي ولا انتقدك يزعلك قوي، في الحالتين انت كده كده عملت الشغل بتاعك. ولو في مشكله او في حاجه في التصميم بتاعك فانت هتعدلها من غير اي نوع من انواع ضغط المشاعر او الضغط النفسي عليك. فدايما حاول وانت شغال ان انت تجنب المشاعر على جنب وتجنب الاشخاص على جنب وتشتغل بس. والنصيحه رقم 5، ودي نصيحه برضو مهمه جدا وبتبقى مؤثرة جدا وبتخلي العملاء تحب تتعامل معاك، ان انت تكون شخص مبادر جريء. الفكرة اللي بتجيلك بتتكلم فيها وبتقولها وبتعلنها، مش بتخلص الشغل وخلاص. انا راجل شفت ان في فكرة كويسة حتى لو الفكرة غريبة ما خافش ان انا اقولها، لا قول اللي عندك واتكلم فيه واشرحه ووضحه زي ما انت عايز. خدوا بيه خدوا، ما خدوش بيه هم حرين. فانت دايما خليك مبادر، لان الحتة دي بتثبت ثقتك في نفسك. وبرضو ما تعملش كده على الفاضي، يعني انت تبادر لو في حاجة جاية في دماغك. مفيش حاجة ما تقعدش تجود على الفاضي، يعني عشان خاطر الناس ما تفهمنيش غلط. مفيش حاجة في دماغك ما تجودش. لو في حاجة في دماغك تتكلم وما تخافش، تخليك جريء وتناقش اي فكرة تجيلك. وزي ما قلت لك مفيش مشاعر، سواء بقى ردوا على الفكرة دي بالسلب او بالايجاب، فده موضوع ما يبقاش مؤثر بالنسبة لك. الحكاية دي هتتعود عليها مع الوقت، بس انا عايزك تحطها في دماغك عشان هي مش سهلة، بس مع الوقت لو انت حاولت تتحكم في ده هتعرف تتحكم فيه. وسادس نصيحة، والنصيحة المهمة جدا برضو واللي بتظهرك بشكل احترافي قدام العملاء، دايما اهتم بالبرزنتيشن بتاعك، بطريقة العرض. يعني ممكن تكون عامل شغل مش احسن حاجة بس تعرضه باحسن شكل ممكن. يعني لو انت بتبعت لعميل صور معينة، اهتم برصة الصور. يعني هبعت ايه قبل ايه، هحط 3 جنب بعض ولا هحطهم فوق بعض. اهتم بالتفاصيل جدا وانت بتعرض شغلك. في النهاية سواء بقى تعمله موك اب او ايا كان الطريقة اللي هتعرض بيها شغلك، حاول تركز جدا في الطريقة دي، لان هي دي اساس البيعة او اساس الاقناع. ان انا عرضت او عملت برزنتيشن حلو للشغل بتاعي، ده هو اللي هيكون مؤثر واللي هيخلي شكلك يظهر في النهاية ان انت شخص محترف. في ناس كتير بيبقى شغلها حلو جدا بس ما بتعرفش تعرضه بشكل حلو، ففي النهاية العميل بيحس ان شغله هواه او مش شغل احترافي، وده بسبب ان هو مهتمش بطريقة العرض. الحتة دي بتفرق جدا في شكلك قدام العميل، وبتفرق حتى في التقدير المادي لشغلك. بس كده يا جماعة، دول 6 نصايح يا ريت تلتزموا بيهم. النصايح دي بجد هتخلي شكلك يظهر احترافي قدام العميل بتاعك، والحتة دي هي اللي ممكن تساعدك في انك توسع قاعدة العملاء بتوعك، او ان العميل الواحد اللي اشتغل معاك ما يسيبكش. وده مع الوقت بيخلي قاعدة العملاء بتاعتك بتكبر. تلاقي دايما العميل اللي انت اشتغلت معاه مرة هو خلاص وثق فيك وشايفك حد كويس، وهيبدأ يتعامل معاك على طول، ويبدأ يجيلك عليه عملاء تانيين، وهو في حد ذاته يبدأ يرشحك لعملاء تانيين غيره. وقبل ما في الحلقة في نقطة بس عايز اقولها، بس دي ما بعتبرهاش نصيحة. اهتم جدا بمعايير التنفيذ بتاعة الشغل بتاعك. دي دايما حاجة بأكد عليها في كل حلقة تقريبا انا بعملها. المعايير التنفيذية حاجة اساسية، لكن المعايير الابداعية ممكن الناس تختلف عليها. فاهم حاجة ما تكونش بتعمل حاجات غلط في شغلك، واهتم بمعايير التنفيذ. وانا هسيب لكم في الاي اللي فوق للناس اللي ما شافتنيش قبل كده حلقات بتتكلم عن معايير التنفيذ، سواء كانت في تصميمات السوشيال ميديا او في التصميمات المطبوعه، لان كل تخصص وليه المعايير التنفيذيه الخاصه بيه، ودي ما فيهاش نقاش، لازم تكون بتعملها صح عشان تظهر ان انت محترف. وفي النهايه يا رب الحلقه تكون عجبتكم، ويا رب اكون دايما عند حسن ظنكم. ويا ريت الناس ما تنساش تعمل لنا لايك وسبسكرايب وتفعل الجرس عشان توصل لهم الحلقات الجديده. وانا ان شاء الله باذن الله هحاول الفتره الجايه على قد ما اقدر ان انا اقدم لكم حلقات. ولو في اي حد حابب ان انا اتكلم في موضوع معين يسيبهولي تحت في الكومنتات، وانا ان شاء الله ارد عليه واحاول اعمل له حلقه خاصه بالموضوع بتاعه. وبس كده، ويا رب دايما اشوفكم في احسن حال، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.